بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم على حبيبنا وإمامنا ونبينا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، يسعدني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للسنة الهجرية 1446 أن أتوجه إليكم وإليكن بأسمى آيات التهاني والتبريكات وخالص الأمنيات. نستقبل هذا الشهر الكريم بما يحمله من نفحات إيمانية تدفعنا إلى تعزيز روح الأخوة والتضامن المتجدرين في المجتمع الجزائري الذي ينعم اليوم بنعمة الأمن والاستقرار، وأن بلادنا تمكنت بسواعد أبنائها وبناتها من تحقيق قفزة نوعية في تجسيد الالتزامات والإنجازات ذات الأثر المباشر على المواطن، مع حماية للقدرة الشرائية والحرص الصارم على مواصلة مكافحة كل أشكال المضاربة والعبث بقوت الجزائريين والجزائريات. كما لا يفوتني بهذه المناسبة العطرة أن أتوجه إلى أبنائنا وبناتنا في المهجر بخالص التهاني، وراجيا من المولى عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام، دون أن ننسى أشقاءنا في فلسطين الجريحة بالدعاء لهم أن يسهل الله ظروفهم ويرفع عنهم المعاناة وأن يوحد صفوفهم. صح صيامكم، رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير. تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام.